البوتاسيوم حبيب قلبنا. بص، سواء انت دكتور تخدير اي سي يو فانت تتعامل مع البوتاسيوم على طول، صح؟ والبوتاسيوم جبنا سيرته كتير في كورس الكلينيكال. لما تيجي تنورني كده ان شاء الله عشان تكمل استمتاعك ورحلتك في صناعه وحوش التخدير وتيجي عندي في كورس الكلينيكال، هتلاقي انك البوتاسيوم ده داخل في كل حاجه. اصلا ده مهم جدا لاستقرار اي سيلز ديت، اسمها هارت سيل، اسمها كدني سيل، اسمها ماسل سيل، اسمها برين سيل. البوتاسيوم ده حاجه في منتهى الروعه والاهميه، لا يقل اهميه عن الصوديوم ابدا. بيمنتين البادي هوميوستاسيس بشكل فظيع. فلازم تكون عارف الكدني بتعمل معاه ايه، ازاي بتمتصه وازاي بترميه. فقمت عملت لك السلايد واحده، سلايد الحمد لله رب العالمين عبقريه، لميت لك كل حاجه مع بعض. كدني من غير رسم ملهاش لازمه. وبصراحه انا رايي الخاص، مذاكره من غير رسم ده مذاكره مسخه. اللي لسه لغايه دلوقتي عايز باراجرافات ونقط وكتابه وخلاص كده، ده اولد سكول. يا جماعه مخك لا يعترف الا بالرسم والاكشن والموفي. ده انت لما بتشوف صوره متحركه بتفتكرها مليون مره قد ما هي تكون صوره ثابته، وما تشوف صوره ثابته بتفتكرها مليون مره قد ما تكون هي باراجرافات. خلاص بقى سيبكم من عصر الباراجرافات الغبي ده. عشان كده انا الحمد لله عامل لك PDF يجمع بين الاثنين ويتماشى مع الكيمستري اوف يور برين، او يتماشى اكتر مع ايه، المتعه بتاع انك تقرا حاجه وتفتكرها ازاي وتكتبها ازاي. يا حبيب قلبي انت معاك PDF تذاكر منه، تتكلم منه في الاورال، تجيب منه جمل MCQ، تكتب منه ريتن، كل ده PDF واحد. المهم يا جميل، الرسمه فيها جزئين اتنين، ري ابزوربشن اوف بوتاسيوم وكاتب لك جنبها احنا بنمتص 95% وال5% الباقيه حسب انت محتاجها ولا لا، والاكسكريشن لو انت محتاج تعمل اكسكريشن. تعال ناخد الجزء الاولاني من الرسمه اللي هو موضوع الري ابزوربشن. طيب احنا تقريبا مخلصينه مع الصوديوم، بجد كل حاجه تقريبا مخلصين تلتينها ما لم يكن تلت ارباعها ما لم يكن كلها في بعض الموضوعات مع موضوع الصوديوم. انا لسه قايل لك في موضوع الجلوكوز ان البوتاسيوم طول عمره جوه الخليه اكتر من اي حته تانية، اكتر من اللي جنبه هنا وهنا، سواء هنا كان ليومن او بلاد فيزل. فعشان كده اعرفها دايما كده زي الجلوكوز، الحركه الاولى، النقله الاولى كانك بتلعب شطرنج للبوتاسيوم، سواء بقى انت هتعمله ريابزوربشن او تعمله اكسكريشن. النقله الاولى انك بتحركه من مكان الى جوه الخليه، دي دايما اكتيف ترانسبورت لانها اجنس كونسنتريشن، لان البوتاسيوم جوه الخليه اكتر زي الجلوكوز بالظبط. النقله الثانيه دايما ديفيوجن، ليه؟ لانك بتحركه من كونسنتريشن عالي كونسنتريشن قليل. ادي يا سيدي نقط محدش هيقول لك عليها ابدا. نقله البوتاسيوم الاولى دايما اكتيف ترانسبورت، نقله البوتاسيوم الثانيه دايما ديفيوجن. خلص الموضوع. زي الجلوكوز بالظبط، النقله الاولى الجلوكوز اكتيف، النقله الثانيه ديفيوجن. فاضل بقى تقول لي اي نوع من الاكتيف اي نوع من الديفيوجن، بس خلص الموضوع. والله خلص الموضوع. الحفيظ بيبذل مجهود كبير جدا اضعاف اللي انت بتبذله. ليه؟ انت عندك مايند سيت مختلف، هذا من فضل رب. عشان كده بقول البراند ده لناس معينه، ناس عاوزه تستثمر في وقتها في نفسها، مش جايه تاخد داتا عشان تدخل بقى امتحان. احنا اكبر من كده، احنا احسن ناس نجيب درجات في الامتحان، وهذا من فضل ربي بالتكنيك اللي انا بعلمك اياه. لكن احنا بنعمل حاجه اكبر من ان احنا نجيب درجات في امتحان، وانت هتحسها بنفسك. نيجي بقى نكمل. انا دلوقتي عايز اعمل ريابزوربشن، يعني ايه؟ يعني هنقل البوتاسيوم من اليومن الجميل ده واعديه على اليومن بوردر وادخل جوه الخليه، وبعدين اخده من جوه الخليه اروح على بريتيبولار كابيلاري اللي جنبي. حلو قوي. انت بتقول لي في 95% بيحصل لهم امتصاص. تعرف ال 95% اماكنهم فين ونسبتهم كام وكل حته انت بتعملها ازاي؟ هقول لك في كل حته. قول لي ايه اللي بيحصل في اول خطوه بس، اللي هي بتاع الاكتيف ترانسبورت اللي عند اليومنال بورد. اما اللي بيحصل عند البيزولاترال انت عارف من دلوقتي، بعد ما بندخل البوتاسيوم جوه تركيزنا عالي اهو، نتحرك من تركيز عالي لتركيز قليل في البلازما عن طريق بوتاسيوم شانل يعني فيوجن. هل انت محتاج كارير؟ لا، البوتاسيوم حجمه صغير يعني سمبل ديفيوجن. هل الكلام ده صعب عليك؟ لا، احنا حاطين قواعده خلاص. فانت كده عارف ايه اللي بيحصل في ريابزوربشن عند البيزولاترال بوردر، سمبل باسيف ديفيوجن بالبوتاسيوم شانل. خلص الموضوع. اما عند اليومنال بوردر انت بتتحركه من تركيز قليل جوه اليومن الى تركيز عالي جوه الخليه، فانت بتتحرك بالاكتيف ترانسبورت. فاكر في الBCT انت كنت بتمتص 65% معتمد على الصوديوم، كنا بنجيب كارير اهو نركب الصوديوم الجميل ونركب البوتاسيوم الجميل والاثنين مع بعض. يبقى ده برايمري اكتيف ولا سكندري اكتيف؟ سكندري اكتيف. طيب كو ولا كاونتر ترانسبورت؟ كو ترانسبورت. هل انت تعبت في اي معلومه منها؟ لا. ليه؟ اساسيات المعلومات عندك خلاص، احنا بنراجع مع بعض. عشان كده كاتب لك سكندري اكتيف ترانسبورت كو ترانسبورت اهو يا جميل. بس تعال عند السيك لوبوفينل، فاكر كان بيحصل ايه؟ افكرك. شوف رسمه واحده فيها
3 اماكن، رسمه عبقريه وخلص الموضوع. كان عندي كارير واحد يشيل 1 صوديوم 1 بوتاسيوم و2 كلورايد، يعني برضو انت داخل معتمدا على الصوديوم. يعني اكتف ترانسبورت سكندري ولا برايمري؟ سكندري. انت داخل على حساب واحد تاني. كو ولا كاونتر؟ لا احنا داخلين كلنا في نفس الاتجاه، كو ترانسبورت. كنا بنمتص كام في المية؟ 25% من الصوديوم كلورايد و25% من البوتاسيوم. ادي يا سيدي نفس الكلام، سكندري اكتف ترانسبورت كو ترانسبورت. في كلام صعب في اللي احنا قلناه؟ ابدا، خلاص الموضوع خلص. انت كانك بتراجع تاني على الصوديوم. اجمع لي الاثنين دول على بعض، 65 25 ادي 90%، فاضل لك 5%. 5% هتيجي فين؟ في الليت ديسكونفيوتد تيبيول كولكتنج تيبيول. بالراحه بقى، لما اقول لك كولكتنج تيبيول بيحبوا يجيبها في الان سي كيو البي سيلز ولا الاي سيلز؟ تعال نشوف ايه اللي بيحصل. لقينا بقى حاجه مختلفه، ادي تكبير الرسم اهي. هنعمل اكستشينج ما بين البوتاسيوم في الحته دي اللي هي الليت ديسكونفيوتد تيبيول كولكتنج تيبيول. انا عامل لك خليه واحده فيها الثلاثه، بس انت فاهم ان اقصد ان ديت بتاع البي سي تي، ودي بتاع اللوبوفينل سيك بارت، وده بتاع الليت دي سي تي وكولكتنج تيبيول. بنعمل اكستشينج ما بين الاتش اللي هاخده وارميه في اليورين اهو، والبوتاسيوم اللي داخل جوه. وهنا كنت بستخدم اي تي بيز بامب. حضرتك ايه ده؟ بالراحه، تعالى بقى نوصفها. انت اكتف ترانسبورت، قلت لك كل البوتاسيوم عند اليومنال بوردر في الريابزورشن اكتف ترانسبورت. ليه؟ لانك بتدخله اجينس كونسنتريشن. طيب انت حرقت طاقه ولا لا؟ استخدمت اي تي بيز ولا لا؟ ايوه اي تي بيز. يبقى برايمري ولا سكندري؟ برايمري. خلاص الاساسيات. يبقى هنا انا برايمري اكتف ترانسبورت، لكن في البي سي تي واللوبوفينل انت كنت سكندري اكتف ترانسبورت. الجمل دي بتبهدل الناس في الام سي كيو، انت مش بتبهدل، انت معاك الاساس بتاعها. طيب كنا بنرمي اتش هنا وندخل بوتاسيوم هنا. لدام انت بترمي اتش، انا قلت لك معلومه على الكولكتنج تيبيول. الخلايا اللي بتتعامل مع الاتش كانت خلايا اسمها ايه؟ خلايا مخصصه للاتش، اسمها اي سيلز، انتركاليتد سيلز. ده اللي انا كاتبه لك اهو. كل جمل الام سي كيو هتلاقيها في السلايد، مفيش جمله هتفوتك بفضل الله عز وجل. يبقى انت هنا يا عم البوتاسيوم واحنا بنمتصك، وخلي بالك من النقطه دي هتفرق معاه في موضوع الاسيدوزس في الليت ديسكونفيوتد تيبيول والكولكتنج تيبيول. اولا انا هشتغل على الاي سيلز. ليه؟ لانك بتتعامل مع الاتش مع البوتاسيوم. نسمي البامب ده ايه؟ اتش بوتاسيوم اي تي بيز بامب. ده برايمري ولا سكندري؟ برايمري. اللي فوق كان سكندري، اما دي برايمري. هل هناك صعوبه يا سيدي الفاضل؟ لا. تعالى اقول لك نستفيد ايه من حكايه الاتش بوتاسيوم اي تي بيز بامب دي. في حاله الاسيدوزس يا عزيزي انت محتاج ترمي اتش كتير في اليورين، يعني هتعمل اتش سكريشن كتير. احد الحاجات اللي انت بتعمل بيها اتش سكريشن انك بتستخدم الاتش بوتاسيوم اي تي بيز بامب. كلمه اتش سكريشن تساوي بوتاسيوم ري ابزوربشن، انك بتدخل بوتاسيوم جوه. صح. يعني في الاسيدوزس، قولها انت معايا كده بالله عليك، في الاسيدوزس انت عملت حاجتين، دماغنا متنظمه قوي. ايه الحاجتين؟ زودت الاتش سكريشن، وده يساوي انك زودت البوتاسيوم ري ابزوربشن. عشان كده في الاسيدوزس بيحصل هايبركاليميا. احد التفسيرات بتاع ليه الاسيدوزس تعمل لك هايبركاليميا اهو يا سيدي على مستوى الكدني، اديك عرفتها. ايه رايك؟ كلام جميل سهل مرتب منطقي، هذا من فضل رب. تعالى بقى اقول لك الاكسكريشن. الاكسكريشن ما فيهوش حاجه، احنا تقريبا مخلصينه قبل كده. بص بقى على الرسمه ديت يا سيدي الفاضل. الاكسكريشن لا يحدث الا بوجود هرمون كلنا عارفينه انه ما بيحبش البوتاسيوم، يعشق الصوديوم كلورايد والووتر، لكنه ما يحبش البوتاسيوم ولا الاتش. الالدوستيرون بيكره البوتاسيوم ويكره الاتش. يكره يعني ايه؟ يعني يرميهم في اليورين. فالبوتاسيوم اكسكريشن هيتم تحت اشراف هرمون معين. طب بالله عليك لما انا اقول لك هرمون يبقى انت دلوقتي عرفت المكان اللي انا هشتغل عليه. ايوه يا دكتور، الليت الدي سي تي والكولكتنج تيبيول، ليت وليس ايرلي. طب الدوستيرون لما يجي يشتغل هيشتغل على اي خليه حلوين في السي تي كولكتنج تيبيول؟ على البي سيلز. حلو قوي. لما يشتغل على البوتاسيوم يشتغل على البي سيلز. اما الالدوستيرون لما يحب يرمي اتش هيشتغل على الاي سيلز. ده نقطه في الام سي كيو تاني. يعني الالدوستيرون بيعمل بوتاسيوم سكريشن وكده هيشتغل على البي سيلز، ويعمل اتش سكريشن بس هيشتغل على الاي سيلز. اي حاجه فيها اتش في خليه متخصصه ليها اسمها اي سيلز. تمام؟ اي حاجه غير الاتش بالخلايا بتاعتنا بي. يبقى اذا ما فيهاش لخبطه في الام سي كيو. البي سيلز والاي سيلز بتاع الكولكتنج تيبيول. لو انت هتشتغل على اي حاجه غير الاتش والبايكار انت بتشتغل يا عم الهرمون على البي. اما جه هرمون معين بيشتغل على الاتش والبايكار، الاتش على وجه الخصوص، فانت كده بتشتغل على البي سيلز. سهله خلاص. اساسيات حطيناها من اول ما بدانا الكدن مع بعض. ازاي نرمي البوتاسيوم في اليورين؟ نجيبه يا سيدي من البلازما ونقوم ندخله جوه السيلز. الحركه دي انا لسه قايلها لك، دايما النقله الاولى للبوتاسيوم اكتف لانها اجينس كونسنتريشن، لان الكونسنتريشن بتاع البوتاسيوم جوه السيلز اعلى من اي حته ثانيه سواء ليومن او بلاد. طب نعملها ازاي؟ حبيب قلب الالدوستيرون كان بيشتغل عليها ليل نهار، اللي هي كان صوديوم بوتاسيوم بامب.
كنا بنركب 3 صوديوم من الناحيه دي و2 بوتاسيوم من الناحيه الثانيه، ونقوم نعمل اي تي بيز نحرقه من هنا تحت اشراف الالدوستيرون في المكان ده، يقوم يا سيدي يلف نفسه ويدخل لنا البوتاسيوم. قال كده انت دخلت بوتاسيوم جوه السيلز. هل دي حاجه جديده علينا؟ لا ابدا. دخلنا بوتاسيوم جوه السيلز انقلوه بقى في اليومن عشان ترميه في اليورين. ديفيوجن لسه قايلها لك برضه، بوتاسيوم شانل يقوم يعدي منها هنا وينزل في اليومن كده. اذا الكلمات بقى سهله جدا. لو انت بتتكلم على بوتاسيوم اكسكريشن، الخطوه الاولى هتكون فين؟ عند البيزيولاترال، لانك بتجيبه من الدم وتدخله جوه الخليه. احنا منظمين جدا. الخطوه الاولى بالنسبه لنا حسب انا بعمل ايه، ريابزوربشن ولا اكسكريشن. ايه اللي بيحصل عندها؟ بنقل البوتاسيوم اجينست كونسنتريشن اكتيف ترانسبورت. طيب حرقت اي تي بيز ولا لا؟ ايوه، يبقى برايمري اكتيف ترانسبورت. اسم البامب ايه؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، تحت اشراف مين؟ الالدوستيرون. خلص الموضوع. نيجي عند اليومنال بوردر عشان اعديه من السيلز لليومن. هل انت اجنس ولا ويز كونسنتريشن؟ ويز، يبقى انت بتحرك بالديفيوجن. هل محتاج كارير؟ لا، شانل عاديه سمبل ديفيوجن بوتاسيوم شانل. خلص الموضوع. بالله عليك بالحفظ ولا بالفهم؟ بالفهم يا حبيب قلبي. بالمناسبه صح، انا كنت عايز اقول لك على حاجه. انا طول النهار قاعد اقول لك احنا ربنا عمل لنا هنا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز صح؟ كانت بتنقل لنا 3 صوديوم جوه البلاد. طب ايه مصير الاثنين بوتاسيوم اللي دخلوا دول؟ طب مش انت بتقولي 95 من البوتاسيوم انت تمتصه؟ هل ده هيضايقك في حاجه؟ اقول لك يا سيدي ايه مصيرهم. اولا ده بيعمل لك هاي انتراسيلر كونسنتريشن، وبيخلي دايما النقله الاولى للبوتاسيوم سواء ري ابزوربشن او اكسكريشن اكتيف ترانسبورت. تمام. الحاجه الثانيه، انت اصلا محتاج بوتاسيوم جوه الخليه كتير. ثالثا البوتاسيوم ده مش هيقعد هنا على طول، يعني حسب انت عايز تعمله ايه. يعني انت لو عايز تعمل ري ابزوربشن هتاخد شويه البوتاسيوم دول وتنقلهم عن طريق بوتاسيوم شانل وترجعهم للدم تاني عادي جدا. طب ليه جبناهم من الدم من الاول يا سيدي؟ عشان تشغل البامب دي، هدف اسمى عشان الصوديوم انقله عادي جدا. انت بتشوف احيانا حاجه كانت واقفه هنا تدخل هنا وبعدين تطلع تاني عشان خاطر تخدم حاجه تانيه، مش مشكله خالص والله. لو انت محتاج ترميهم في اليورين هتاخدهم وترميهم في اليورين، لو انت محتاج تمتصهم هتاخدهم وتوديهم على الدم بس كده. لو محتاج تخلي شويه في السيلز عشان تمنتين البوزيتيفيتي جوه الخليه وترجع للنورمال ايا كان السبب، هتخليهم حسب احتياج جسمك ايه. الموضوع سهل وبسيط، فمش مشكله ان احنا دخلنا بوتاسيوم عادي. لو انت عايز تمتصهم هترجعهم تاني على الدم سيمبل ديفيوجن. تمام جدا الحمد لله. مش هتلاقي حد بيدخل معاك في التفاصيل دي، بس انا بحبك تبقى شايف الصوره كامله واضحه. طيب قول لي يا سيدي امتى بقى يزيد البوتاسيوم اكسكريشن؟ سهله جدا، لما يزيد الالدوستيرون اللي كان بيرميه، لما يكون عندك هايبر كاليميا فبنرميه في اليورين شويه، لما يكون الفلو جوه التبيول سريع. مش معنى، بص دي قاعده عامه لاي سليوت، الفلو يكون سريع قوي مش هيبقى في وقت ان الخلايا تقعد تمتص وتشتغل، لان انت عايز وقت. وده اللي بيعمله الدايوريسيس، سواء بقى دايوريسيس بدايوريتك او حاجه فيسيولوجيكال. احد الافكار اللي بتعتمد عليها الدايوريتك مش بس ان هي تبلوك حاجه او توقف حاجه، ان بتزود الفلو فبقاش في وقت للريابزوربشن. الالكالوزيس، ما انت عرفت الالكالوزيس تعمل لك هايبو كاليميا عن طريق ان انت بتزود بوتاسيوم اكسكريشن. رينال امبيرمنت، الكدني في مرحله من المراحل هتبدا تفوت بوتاسيوم ينزل في اليورين كتير، ومراحل اخرى هتريتين بوتاسيوم حسب المرحله اللي انت بتتكلم فيها. طيب انا عايز بقى نقطه الالكالوزيس والاسيدوزيس دي، عملت لك رسمه رائعه جدا. انت ثبت واحده والثانيه هتجيبها بمنتهى السهوله. الاسيدوزيس تعمل ايه في البوتاسيوم؟ انا لسه قايل لك هتعمل لك هايبر كاليميا صح؟ وهتعمل لك هايبر كالسيميا. 2 الكترولايت بيزيدوا في الدم مع الاسيدوزيس، بوتاسيوم وكالسيوم، هايبر كاليميا وكالسيميا. خلينا في الكاليميا. ايه تفسير الكاليميا؟ انا قلتها لك كتير قبل كده، وقلتها في كورس الكلينيكال، وقلناها في الاسيد بيز، بس خليني اقول لك على سببين. انت عندك اتش كتير جوه البلازما، انا عايز اعمل له بافرنج. اكتر بافر موجود في الجسم هو البروتين، فكنا بندخل الاتش ده جوه الخلايا بتاعتك. طيب انت دخلت بوزيتيف، طلع لي بوزيتيف قصاده. مين البوزيتيف اللي جوه الخليه طلعه؟ البوتاسيوم. فانت طلعت بوتاسيوم على البلاد فيعمل لك هايبر كاليميا. ده اول تفسير للهايبر كاليميا اللي بتحصل مع الاسيدوز. بيسموها ايه الحكايه ديت؟ اتش بوتاسيوم بادي سيلز شيفت، ساعات يقول انترا سيلولار شيفت، على اساس ان اتش دخلت جوه الخليه والبوتاسيوم طلع بره الخليه. طيب على مستوى الكدني احنا لسه واخدينها. فاكر في البوتاسيوم ري ابزوربشن في مرحله الدي سي تي وكولكتنج تبيول؟ كانوا بنمتص البوتاسيوم ازاي؟ البوتاسيوم ري ابزوربشن كان يساوي اتش سكريشن عن طريق البوتاسيوم اتش تي بيز بامب. فانت في الاسيدوز كنت بتزود الاتش سكريشن، وده معناه انك بتزود البوتاسيوم ري ابزوربشن، وده معناه هايبر كاليميا يا سيدي اللي بتحصل مع الاسيدوز. ادي سببين يفصلوا لك ليه الاسيدوز تعمل لك هايبر كاليميا. وده برضو يفصل لك رقم 4 ان الالكالوزيس تزود البوتاسيوم اكسكريشن. طبعا في الالكالوزيس انت هتريتين الاسيد شويه عشان يبفر البيزك كتير، يعني هتنقص الاتش سكريشن. وانا قلت لك كلمه اتش سكريشن يعني بوتاسيوم ري ابزوربشن، يعني بتنقص البوتاسيوم ري ابزوربشن اللي هي تعمل لك في الاخر
هايبوكاليميا. كلمة نقص البوتاسيوم ريابزوربشن ممكن نقول على برضو زيادة البوتاسيوم اكسكريشن. هي كل دي الفاظ بيلعب عليك بيها في الام سي كيو. انت فاهم الفكرة؟ انت حط القاعدة دي، الاتش سكريشن تساوي البوتاسيوم ريابزوربشن. هتقول لي مش على طول النفرون، في حته معينه من النفرون، بس احد الحاجات. تمام، الامور كده بقى سهله. كان موضوع البوتاسيوم مهم جدا، واتكلمنا فيه عن اسيد بيز، واتكلمنا فيه عن حاجات كتير، جمعتها لك كلها في سلايد واحد. تعالى نشوف حاجه تانية في عالم الكدني فيسيولوجي ومحطاتها الممتعه. تعالى ندخل على الكالسيوم. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.